جايبالكم النهاردة شوية أنشطة هنقدر نعملها مع أولادنا بالصلصال علشان نقدر نقوي عضلات إيديهم ونخليها أقوى وتستحمل إن هي تمسك القلم أسرع. هنا مثلا هنعلمهم إن احنا نعمل البامبكن أو اللي هو قرع العسل بس عن طريق الضغط، والضغط ده هيقوي عضلات صوابع الإيد اللي بتقدر تمسك القلم. هنا مثلا هنعلمهم الايس كريم. طبعا ان انا اعجن الصلصال او ان انا افرده كده بصوابعي للطفل مفيدة جدا. في نشاط زي ده هقدر اعلي من قدرات مهاراته الفنية، زائد كمان ان انا هقوي عضلات الايد عن طريق ان انا بعمل الاشكال دي بالضغط عليها وازين شكل الصلصال بالشوكة. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك ميس مرام أسامة، وعلى اليوتيوب عاطف وعواطف مع ميس مرام، وعلى الانستجرام مرام أسامة، واكتبولي في الكومنتس ايه اكتر اكتيفيتي حلو جدا ومناسب لاطفالكم. لو عندك ازازة اوعي ترميها، هاتي نصها كده وقصيه واطرافها بدل ما يتخربش الاولاد او تعورهم هاتي الكليه وخليهم يعجنوه وحطيها في اطراف الازازة وزيني بيها الأوضة بتاعتهم. نشاط زي ده ممتع جدا مع الأطفال، ومش باستخدام بس الكلي ده، أنا كمان بجيب أدوات خارجية ممكن علشان أنقط بيها أو ألون بيها أو علشان أبطط الصلصال أكتر. كل الحاجات دي مهمة ومفيدة جدا للطفل. كمان ممكن أجمع الخرز اللي عندي في البيت وأحطه في أي علبة صغيرة كده بلاستيك أو حتى ممكن غطيان الإزازة وأعمل بيهم فلاورز. النشاط ده بقى حلو جدا علشان انا بطور من مهارات ابني الفنية، وكمان بعلمه حاجات بالأورجامي، طي الورق زي السمكة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. كمان الضغط على الصلصال بصوابع الايد ده بينمي من قدراته ان هو يقدر يكتب بسرعة جدا. اي علبة بلاستيك قلنا ان احنا ما نرميهاش، وممكن كمان غطيان الازازة نعمل بيها نشاط زي ده، وعلمه كمان السان فلاور. ما تنسوش تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك ميس مرام أسامة، وعلى اليوتيوب عاطف وعواطف مع ميس مرام، وعلى الانستجرام مرام أسامة. فيها فيديوز كتيرة جدا هتنفعكم في تربية أولادكم. لو عايزة استخدام مختلف للبالونة هاتيها وحطي فيها كلي والعبي بيها مع أطفالك بالشكل ده. عايزة تعلميه كلمة شيب أو عايزة تعلميه كلمة خروف اعملي معاه النشاط ده. كمان ممكن تعمليها معاه بمناسبة عيد الأضحى لما يجي خليه هو اللي يعمله بنفسه. وباستخدام الكوبايات الورقية ممكن أعمل تحفة للديكوريشن أحطها في البيت أو في أوضة الأولاد، وكل اللي يجي أقول لهم إن هم اللي عاملينها. نشاط زي ده بالكلي ممكن استخدمه كلوحات اصلا ازين بيها اوضة اولادي. وكل ده زي ما اتفقنا الضغط على الصلصال بصوابعهم الصغنونة ده مفيد جدا ليهم. زي كمان في النشاط ده بيستخدم ملقاط صغير او ممكن كمان استبدله بشوكة واعمل تحف فنية كده ولوحات صغيرة بسيطة اعلقها في اوضة الاولاد علشان يبقوا مبسوطين بنفسهم، وده هيديهم كمان ثقة في نفسهم اكتر. ممكن كمان اعلمه كلمة باترفلاي واخليه يعمل الاكتيفيتي ده، وزي ما احنا شايفين الدوسة كده على الصلصال بالانامل بتاعتهم الصغيرة ده مفيد جدا جدا ليهم. كمان التكوير ده مهم جدا ان انا اقعد اكور بايدي، ده بيقوي عضلات الايد كلها بشكل عام علشان اعمل معاهم نشاط زي اللي قدامنا ده. وعجبكم الفيديو دوسوا لايك وشاركوه مع اللي حواليكوا زي ما استفدتوا، حاولوا ان انتوا كمان تفيدوا. وما تنسوش تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك ميس مرام أسامة، فيها كلمتين على السريع بتقدم نصايح مهمة جدا في تربية الطفل.